أم الحمام، أم الزهر، ما هذه الصدفة العجيبة؟ كيف أنت أيتها الحبيبة؟ إنني بخير ولله الحمد. من أين أنت آتية؟ من دكان أبي الورد. وهل كنت تشترين من دكاني أثوابا جديدة؟ لقد ذهبت لأخبر أبي الورد بأن زوجي أبا زرافة قد سافر مع أشعب ودوسر إلى جزيرة الكنوز، حيث يوجد الذهب والماس وأحجار الفيروز. أم الزهر، لماذا تقفين هكذا في السوق؟ تعال واسمع من أم الحمام هذا الكلام. كلام أم الحمام خرافة ككلام زوجها أبي زرافة. أنت دائما كلامك لا يطاق. وماذا تريدين إذا التقيتك أو إذا التقيت زوجك أن أبثكما عظيم الأشواق؟ كندي، جلس لسانك الأعوج ولا تكن رجلا أعوج. هكذا أنتن النساء، حواء تشد أزر حواء. نعم، عن ماذا كنتما تتكلمان؟ عن سالف العصر والأوان وعما جرى وكان. كانت تحدثني عن زوجها الذي سافر إلى جزيرة الكنوز ليأتي بالماس والجواهر وأحجار الفيروز. جزيرة الكنوز؟ أجل، وقد ركب سفينة شراعية وأبحر مع أشعب ودوسر. ومن هداه إلى هذه الجزيرة؟ إنه قرأ عنها في كتاب قديم للعالم أبو الريم. وأين هو هذا الكتاب؟ إنه لازال عندي يا كندي. أم الحمام، أنا مستعد أن أشتريه منك ب50 دينارا بالكمال والتمام يا أم الحمام. أخاف إذا أنا بعتك هذا الكتاب أن يقوم بيني وبين أبي زرافة عتاب. كلميها يا أم الزهر. كلام لن تكون فيه إفادة إلا إذا دفعت لها عدة دنانير زيادة. حبا وكرامة. هيا إلى داري الآن، هيا. اذهبا أنتما بينما أنا أجتمع بأبي دحمان. إياك أن تتأخر. سأغيب ساعة لا أكثر. يا أمي، تقطعت رجلاي من كثرة المسيرة. لو لم يكن في العمر بقية لأكلتنا وحوش البرية. نشكر الله على أننا نجونا من أهوال البحار ومخاطر الصحارى والقفر. من أنتم ومن أين جئتم؟ من هو هذا الرجل الغريب والعجيب؟ يا أماه أنجديني. هل أنت إنسان أو أسد غضبان؟ أنا إنسان واسمي أبو شيبان. السلام عليك يا أبا شيبان. كيف الأهل والإخوان والأصدقاء والخلان؟ وهل جميعهم بخير وعافية ونعمة كافية؟ تسألونني عن الأهل والخلان كأنكم تعرفونني من زمن وأزمان. كيف لا نعرفك أيها العجوز؟ أولا نعرف أنك تسكن في جزيرة الكنوز. أجل. ثانيا أنت إنسان لا حيوان. أجل. ثالثا اسمك أبو شيبان. اسكت يا طويل اللسان. سكت. أنت غريب والغريب أديب. كلامك من ذهب، وأرجو أن تسامحنا فلا يأخذك الغضب. قل لي يا سيدي الكريم، من تكون ولماذا أنت هنا مقيم؟ إن لي حكاية عجيبة وقصة غريبة. إذا أخبرتموني من أين أنتم آتون ومن تكونون كشفت لكم سري وأطلعتكم على حقيقة أمري. أنا أشعب وهذا أبو زرافة.
وثالثنا دوسر. وقد جئنا من مدينة البصرة إلى جزيرة الكنوز لنحظى بالدر والجوهر والفيروز. فنحن جماعة فقراء، فأشفق علينا أيها العجوز. يا أولادي، أنا مثلكم، تركت بلادي وقد مضى علي 1000 شهر دون أن أعلم أين مكان الكنوز وأين يوجد الدر. لا وفقك الله يا أبا زرافة. لقد أتيت بنا إلى هذه الأرض لنموت ويكفل بعضنا بعض. يا سيدي الكريم، دلنا كيف نعود إلى البلد قبل أن نهلك ولا يدري بنا أحد. هيا اسمعوا، لا تخافوا ولا تجزعوا، ولا بد من فرج قريب، والله سميع مجيب. آمين يا رب. ولكن كيف نأكل ونشرب ونحن جماعة غرباء وليس معنا لا زاد ولا ماء؟ أليس عندك كلام إلا عن الماء والطعام؟ يا أغبى الأغبياء، وهل يعيش الإنسان بلا زاد ولا ماء؟ إيه؟ إذا كنت تأكل لتعيش بقليل من الطعام، فنحن نعيش لنأكل يا أغبى الأنام. على ما يظهر إنكم ظرفاء المعشر. لا تحزنوا، ففي هذه الجزيرة رزق كثير وماء صاف نمير. الآن أثلجت قلبي وزال كربي. يا سيدي، ماذا يوجد وراء هذا الباب الكبير؟ وراء هذا الباب سر خطير. ما هو هذا السر الخطير أيها العجوز؟ الحديث عنه لا يجوز. اسمع، هل نستطيع أن ندخل ونرى ماذا هناك؟ إن من دخل قد لا يسلم من الهلاك. ولكن لماذا؟ لا تسألني هذا. كل ما أعرف أن هذه الدار هي لسيد جزيرة الكنوز السلطان كرموز. من قال لك هذه العبارة؟ إنني قرأتها وهي مكتوبة على باب مغارة. وهل دخلت أنت ورأيت؟ كلا، لم أدخل ولم أرى يا ولدي. وماذا علينا لو دخلنا ورأينا؟ إن دخلتم ربما تندمون ثم تدخلون ولا تخرجون. ما قولكم يا جماعة؟ لا، المسألة تحتاج إلى شجاعة. أنا مستعد أن أغامر. وأنا كذلك، ولو ستنزل على رأس المهالك. لا تعجلوا، وقبل أن تدخلوا فكروا. ربما كانت الكنوز وراء هذا الباب كما قال أبو الريم في الكتاب. هل تدخلون؟ أجل. بلا خوف ولا وجل. أجل. إذا هيا. اسمعوا ما أقول لكم الآن. إذا أردتم أن تدخلوا هذه الدار فإن الشمس أوشكت على المغيب، وإن الصبح لناظره قريب. معك حق أيها العجوز. هيا بنا الآن لنأكل من أثمار هذه الجزيرة ونشرب من الماء نميرا. أجل، الأكل والشراب قبل الدخول، هكذا يقول أشعب أكول. هيا. إن ما يحويه هذا الكتاب لهو عجب عجاب. سنذهب إلى جزيرة الكنوز ونأتي بقنطار من الجوهر والدر والفيروز. إنني أرجو لكم حسن التوفيق أيها الصديق. سنكتري سفينة في شراعين حتى نصل في يومين.
ولكنني أخاف عليكم من أشعب وأبي زرافة ودوسر، فهم لو رأوكم هناك لسعوا لكم بالهلاك. سأدعو عليهم حتى تغرق بهم السفينة قبل أن يصلوا إلى الشواطئ الأمينة، وتأكلهم الأسماك قبل أن ينزلوا بنا الهلاك. إنني أحذركم منهم. نحن لا نسأل عنهم، سأحمل معي السيف البطار، وعلى سوف نضربهم حتى يغرقوا في قعر البحار. هات الكتاب ولنذهب الآن، وادعوا لنا بالذهاب والإياب. إياك أن تحمل الحقد في قلبك يا أبا دحمان، وإذا رأيتموهم كونوا لهم خير أعوان. الجواهر لي وحدي. ماذا؟ ولشريك الجن. يا رجل إن الطمع ضر وما نفع. أنا طماع وشريكي طماع. ولماذا تبكي؟ لأنني سأقول لك الوداع. الوداع يا أبا الورد. رافقتكم السلامة. ترحم على أبي ضحمان إذا أصبح في خبر تام. يرحمك الله سلفا يا أبا دحمان. أين أنت يا أبا شيبان؟ لقد مر يومان ولم نر وجهك المنير. فإن كنت قد مت فيا سوء المصير. أيها الأبلهان، هل نحن جئنا من بلادنا إلى جزيرة الكنوز لنندب أبو شيبان أو لنأخذ الدر والفيروز؟ معك حق. ما بالنا نبكي وننوح من قلب مجروح ونحن لم ندخل بعد دار صاحب جزيرة الكنوز السلطان كرموز. هيا لنقتحم الباب ولو كان وراءه ضباع وذئاب. أجل. هيا ادخل أمامنا يا دوسر. لا، أنت مني أكبر. أنا أدخل وليكن ما يكون. هيا لك من شجاع. هيا لنعالج فتح الباب. هيا ها قد فتحنا باب الدار. أجل إنه لعمل جبار يعجز عنه الأبطال الكبار. قد فتحنا الباب فعلينا بالدخول. ادخل. لا الدخول ليس بمعقول. ادخل أنت وحدك ونحن ندخل بعدك. وافق. هيا هل سنتبعه أم ماذا؟ ولماذا نحن خائفان يا هذا؟ هل ندخل؟ أمرنا لله. ندخل. تفضل. يا ويلي. هل أنتما خائفان؟ لا لست خائفا. يا ويلي، ما بهم لا يتحركون؟ لعلهم نائمون. هيا لنوقظهم من النوم، فإن الشمس قد أشرقت يا قوم. إن عيونهم مفتوحة يا دوسر. ربما يكون أهل هذه الجزيرة هكذا ينامون. أظن أنه هو كرموز صاحب جزيرة الكنوز.
هيا تقدم إليه وسلم عليه. هيا كيف الحال وكيف صحة يا ويلي، ما هذا المخلوق العجيب تكلمه فلا يجيب. ربما كان قصير اللسان، فأنا سأكلم بنته غصن الباب. لا، هذا لا يجوز. ربما إذا كلمتها يغضب أبوها كرموز. لا، أنا إنسان مهذب، فإذا كلمتها فإن أبوها لن يغضب. يا صاحبة المقام العالي، هل تسمحين لدوسر أن يأخذ هذا العقد من اللآلي؟ دعنا اخدع يا دوسر. وما دخلك أنت يا أبا زرافة؟ إنها بنت ذات لطافة، تريد أن تهديني عقدها لتظهر جودها. اسألها قبل أن تأخذ العقد منها. يا غصن الباب، يا فريدة العصر والأوان، هل تسمحين لدوسر أن يأخذ هذا العقد من الدر والجوهر؟ أخذه؟ سأخذه، أخذه. يا أم الحمام، ترى ما صنعت بالكندي تقلبات الأيام. وأنا ماذا أقول عن أبي زرافة يا أم الزهر؟ قال إنه سيغيب شهرا وبعد شهر، فما رجع ولا بان، ولا أدري ماذا فعل به الزمان. قاتل الله الطمع، ما جعلهم يرحلون غير الجشع. ركبوا البحار وتعرضوا للأخطار، ولا أحد يعلم إذا كانوا سيعودون إلى هذه الديار. لا تبكي يا أختاه، واترك الأمور لله. سأذهب إلى دكان أبي الورد الآن، فقد أوصيته أن يسأل الربان. أي ربان؟ ربان السفينة التي حملتهم وإلى تلك الأرض البعيدة أوصلتهم. هل ترجعين لتخبريني بما قال ليطمئن البال؟ سأطل عليك بعد ساعة لأحمل البشرى إليك. أرجو الله أن يكون ذلك، نجاهم من شر الأخطار والمهالك. إلى اللقاء السعيد. عودي إلي بفرحة كفرحة العيد. السلام عليك يا أبي الورد. وعليك السلام يا سعد. هل علمت بما صار؟ وما الذي صار؟ الكندي وأبو دحمان غرقوا في الأبحار. يا ومن نقل إليك هذه الأخبار؟ أبو البشار. يا حسرة على الكندي وأبو دحمان. ما هذا الزمان، هكذا هو الطمع والجشع. أبو دحمان عنده أموال لا تفنى على الزمان، والكندي عنده أكثر وأكثر. لله در الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. أبا الورد، جئت حسب الوعد. أعوذ بالله. ما لوجهك قد تغيرت ملامحه؟ لا شيء يا أم الحمام، وإن زوجك يهديك عاطر السلام. أفرحت قلبي وأزلت كربي. وهل هو عائد عن قريب؟ أجل، في مدى أيام سيكون هنا يا أم الحمام. أوصتني أم الزهر أن أسألك عن الكندي. ليس لزوجة الكندي جواب عندي. ولماذا لم تسأل الربان الذي سافر معه الكندي وأبو دحمان؟
الربان، تريدين أن أسأل الربان؟ أجل كني وأبو دحمان صار بخبرك. يا ويلاه يا غراب البعيد. ماذا يا أبا الورد؟ أصدقني القول يا أبا الورد. هكذا أخبرني هذا الغراب، ولا أدري هل كلامه صحيح أو أنه كذاب. يا ويلك يا أم الزهر، قسى عليك الدهر وستموتين من شدة القهر. هم يذهبون إلى جزيرة الواق كي يأتوا بالكنوز، وأنا تنزل علي المصائب. أين ذهب؟ وأي طريق سلك؟ هل عادوا إلى بلادهم أو أنهم هلكوا؟ الله يعلم بما جرى لهؤلاء القوم. علي أن أستسلم للنوم. لو لم أكن أعرف السباحة لكان أبو دحمان غرق وهلك وأكله السمك. أين نحن الآن يا أبا دحمان؟ وهل ولدتني أمي في هذا المكان؟ لا أعرف أين نحن الآن. ولماذا تزعق أيها الأحمق؟ إذا كنت أنت لا تعرف فكيف أنا أعرف؟ لماذا خفتما مني؟ أنا إنسان ولست بجن. هل تسمح لنا بأن نتقدم إليك؟ ونقبل يديك. اقتربا أيها الغريبان. ما اسمك أنت؟ أنا الكندي. وأنا أبو دحمان. وأنا اسمي أبو شيبان. شيبان، هل تقول لي يا سيدي أين نحن الآن؟ هذه جزيرة الكنوز. إياك أن تشرب. إنني عطشان. لو شربت جرعة من هذا الإبريق لاشتعل في جوفك الحريق. يا بيدي، أشكر الله على سلامتك يا أبا دحمان. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. قلت لي يا سيدي إن هذه الجزيرة هي جزيرة الكنوز. أجل يا ولدي. وأين هو الذهب والفيروز؟ كلكم تأتون من أجل الذهب والماس أيها الطماعون. ماذا؟ وهل جاء أحد قبلنا إلى هنا؟ منذ 3 أيام وأكثر جاء 3 أشخاص، هم أشعب وأبو زرافة ودوسر. لا أدري ما فعل بهم الزمان. لماذا تبكي يا أبا دحمان؟ لأنني قبل أن أصل إلى البر رأيت أشعب وأبي زرافة ودوسر يغرقون في البحر. ومثلهم كثيرون ممن رأيتهم يغرقون. لا ردهم الله إلينا، فهم الذين افتروا علينا. يا سيد العجوز، أين هي الكنوز؟ لقد أحضرنا الأكياس لنحمل الذهب والماس. هذه الجزيرة صاحبها السلطان كرموز. أجل، أين هو صاحبنا كركوز؟ اسمه كرموز. أجل كرموز. اسمع ما أقول الآن قبل أن يمضي الأوان. تدخلان هذه الدار عند منتصف النهار، فترون جماعة كأنهم نائمون. نائمون؟ ومن هم هؤلاء النائمون؟ وهل هم يشخرون أو لا يشخرون؟ لا تقاطع كلامي. حسنا إننا نستمع إليك. وعندما تقتربان من السلطان كرموز وابنته وحارسه
ترشان عليهم من ماء هذا الإبريق، فعند ذلك كل من كان نائما يفيق. وإذا صح صاحبنا ترموز؟ عند ذلك يفرح بكما ويفتح لكما أبواب الكنوز. يا ويلي إن رأسي يدور من شدة السرور. يا ويلنا، أين نحن الآن؟ ومن أتى بنا إلى هذا المكان؟ هل نحن في يقظة أم في منام؟ تذكر، نحن في قصر السلطان كرموز صاحب جزيرة الكنوز. أجل، وهذا هو السلطان كرموز، وهذه ابنته غصن البان، وهذان هما الحارسان. قولا ماذا نفعل؟ هل نهجم عليهم ونأخذ الدر والجوهر من أعناقهم والمرجان ونعود إلى بلادنا بعد أن طال بنا الزمان؟ ألا تتذكر أن هؤلاء قد عطسوا فأصبنا بالإغماء؟ لا، يجب علينا أن نتشجع ونهجم عليهم هجمة الأسود ونستولي على الجواهر والعقود. هيا ولنشمر عن الذنوب. شمرنا بالعجل بلا خوف ولا وجع. استعد. واحد، اثنان. هيا ادخل الآن ورش عليهم ماء من هذا الإبريق حتى كل واحد منهم يفيق. والكلام الذي حفظناه منك هل نقوله بعد أن نرش الماء؟ حقا إنك من البلهاء. يا أحمق، يجب أن نقوله قبل أن نرش الماء. مفهوم. كرر كلامك لأن التكرار يعلم الحمار. أجل. وعندما تدخلا قولا السلام عليك يا كرموز يا صاحب جزيرة الكنوز. أسأل. ثم تدوران وتقتربان وقولا كوز موز روز. كوز موز روز. هل فهمتما؟ أسأل. هيا رددا ما قلته لكما كي أطمئن عليكم. السلام عليك يا كرموز يا صاحب جزيرة الكنوز. كوز موز روز. كوز موز روز. كوز موز روز. توقف يا أبا الرحمن، توقف يا أبا أين الرحمن. الذهب أين؟ يا حسرتي عليك يا كندي، أغرقتك البحار وجرفك التيار من أجل الدر والفيروز في جزيرة الكنوز. لعب بك أبو دحمان حتى جعلك في خبر كان. على أي أرض أنت الآن يا أبا زرافة؟ وفي أي مكان؟ هل هو حي أو أكلتك الوحوش؟ يا أبا زرافة، يا ضياع شبابك الريان، يا من تشبه غصن البان. أيتها المسكينة والمرأة الحزينة، ظل يلعب بزوجك أشعب حتى جعله إلى دار الفناء يذهب. من يطرق الباب؟ أنا أبو الورد. أبو الورد؟ تفضل بالدخول. مساكم الله بالخير. كيف أنتم الآن؟ وكيف تكون حالة من ذهب زوجها ولن يعود يا سيدي؟ يرحمك الله يا كندي، لقد قتلك الطمع وأدرى بك الجشع. يا سحبان. نعم يا أم الحمام.
هل قال لك الربان أبو جيرار إن السفينة قد غرقت في قاع البحار؟ أجل أريد أن أرى هذا الربان، أين بيته وفي أي مكان؟ لو لم ير بنفسه ما صار لما قال إنني رأيت السفينة غارقة في قاع البحار. لن يطمئن قلبي حتى أسمعه بأذني وتراه عيني. أنا كنت جاره وأني أعرف داره. على كل حال يا ثعبان رافقهما إلى ذاك المكان. ومن أراد منكما خدمة فأنا في الدكان. أبقى الله لنا شهامتك وبارك همتك. لا حول ولا قوة إلا بالله. اصبرا وما صبركما إلا بالله. ليفعل الله ما يشاء. أردتكما بخير وأنت بألف خير. نحن الخاقان كرموز صاحب جزيرة الكنوز. قلبنا يرقص طربا طربه وعجبا عجبه. لأن السهر ذهب عنا وعدنا مثل ما كنا. لأنكم يا هؤلاء قد رششتم علينا الماء. فيلم أيها الغريبين، لماذا نحن نضحك وأنتم لا تضحكان؟ اضحك يا كندي. فيلم كيف تضحكين قبل أن يضحك مولاكما الخاقان؟ أجل عبساء. يا أبريق الزيت حيرتنا. إذا ضحكنا وإذا عبسنا خوفتنا وإذا ضحكنا نطحتنا. يا أبدا كيف تقول للخاقان نطحتنا؟ فيلم هل نحن جاموس كي ننطح؟ أيها السيف مولاي اضرب هذا بالسيف واجعل دمه يسرح. يا أمي ارجع أيها السياف. أبي اعفو عن أبي دحمان إكراما لبنتك غصن البال. يا مولاي إن أبا دحمان لم يقصد بأنك جاموس تنطح بالراس وتخمد الأنفاس. إذن ما معنى أننا ننطح فينا؟ أنت تنطح الحروب كي تبعدها عن القلوب. أبي هل نسيت أيها الأب الحبيب أنك ستزوجني من رجل غريب؟ أجل لقد تذكرني. أمن تريدين أن يكون زوجك يا غصن ألبين؟ يا مولاتي أنا رجل متزوج وعندي بنت كبيرة اسمها جمان. وأنت يا أبا دحمان؟ أنا أرمل 7 مرات. وآخر زوجة لي كان اسمها آمنة ولا أريد أن تكون الثامنة. أبي اسمع ما يقوله أبو دحمان. هل تريدون أن تجعلوا بنتنا الثامنة بعد زوجتكم آمنة؟ سيف! اقطعوا رأسه وأخذوا أنفاسه. دعوا أيها السياف ولا تجعله يخاف. أيها الكذاب كيف تقول إنك تزوجت في حياتك وأنك فقدت زوجاتك؟ أتكذب علي يا أبا دحمان؟ أيها السياف خذه إلى السجان. ارحميني يا مولاي كرموز. أنا لا أريد أن أتزوج بنتك لأنني رجل عجوز. يا بنت الخاقان كرموز، هل تريدين أن تتزوجي من هذا الرجل العجوز؟ أيها المحتال لماذا أرخيت رجليك وتظاهرت بالسعال؟ سأتزوجك ولو كان عمرك 100 عام. يا ويلنا، لم نعد نرى الرجل العجوز ولم نعد نجرؤ على دخول دار السلطان كرموز صاحب جزيرة الكنوز.
وجئنا إلى جزيرة الكنوز لنأخذ الدر والجوهر والفيروز. فرأينا الويل والأخطار ولم نحظى بجرة من فخار. يا أم الحمام، ترى ما صنعت بك الأيام؟ يكون قد وصلها الخبر بأن أبا زرافة مات وانقبر، فتتزوج من يسعدها من الأزواج، وهي اليوم تسكن في الأعالي وتأكل الفاكهة والحلوى والدجاج. اسكت، قطع الله لسانك يا غراب، فمهما طالت غيبتي طال بي الغياب، لسوف تظل تنتظر عودتي من ديار الاغتراب. إن التي تزوجتك وأكلت أصابعها من كثرة الندم أتنتظر عودتك من عالم العدم؟ اسكت يا وجه النحس. إن أم الحمام اليوم في فرح وعرس. دوسر، ما بك يا دوسر؟ لقد انتهت حياتنا. لماذا تقول هذا الكلام يا أغبى الأنام؟ كنت أمر الآن بالقرب من قصر السلطان، فرأيت جمعا من الناس، وحين اقتربت منهم هاجم علي الحراس، ولو لم ألذ بالهرب لأذاقوني كأس العطب. ترى هل ذهب السحر عن الخاقان وعاد مثل ما كان؟ يظهر ذلك، فاستعدا للمهالك. وأنت كيف تتركنا وتذهب وتدور حول قصر الخاقان يا دوسر؟ هل نسيت ما قاله العجوز؟ وماذا قال العجوز؟ إنه قال إن أبا دحمان والكندي قد حضرا إلى جزيرة الكنوز. بلى، وهل أنت جئت لتبحث في كل مكان عن الكندي وأبو دحمان؟ أجل، من أجل هذا ذهبت، ولكني فشلت، فلم أرى واحدا منهما، ولم أشاهد العجوز لأسأله عنهما. ترى هل عادا إلى الأوطان أم نزلت بهم غوائل الزمان؟ ارحمنا، لا تظلمنا. اسكتا، هيا معي إلى ديوان مولاي السلطان. ماذا فعلنا؟ اسحبوهم وشرشروهم. هيا. ما هذا الظلم يا قوم؟ إنهم لا يطعموننا إلا 10 مرات في اليوم. يا من عقلك في بطنك، ألا يهمك في الحياة إلا أن تملأ فراغ جوفك؟ اذكر زوجتك المسكينة وأولادك الصغار، واسأل ترى ما الذي جرى لهم وصار. لا أولادي ولا زوجتي، أنا لا يهمني الآن إلا أن أملأ معيشتي. أبو دحمان هجموا عليه وقبلوا وجنته. أبو دحمان لقد ضاقت أنفاسي. أبا دحمان، خبرنا ماذا فعل بك الزمان، وما الذي أتى بك إلى الحبس الآن؟ لأنني رفضت أن أتزوج غصن البان ابنة السلطان. أنا أتزوجها؟ لا، أنا أتزوجها. لا أنت ولا هو، بل دوسر أنفع وأحسن وأنسب. لماذا يا أبا دحمان؟ لأن السلطان يريد زوجا لابنته يكون أعزب. إذا أردت أن تتزوج بنت الخاقان كرموز يجب أن تعطينا الجوهر والدر والفيروز، وإلا قلنا للسلطان بأنك متزوج وعندك ولدان. إذا أنا تزوجت غصن البان سأعطيكم الدر
والمرجع. ما يقول أبو دحمان؟ اتفقنا، سأقول للحارس لكي يقول للسلطان. يا حارس يا حارس. حارس تعال. فيلان كندي، لماذا هكذا جالسون وأنتم عابسون؟ إنني حزين على صديقي أبي دحمان. فيلان، ألا تعلم أنه لم يقبل أن يتزوج بنتنا غصن أربعين؟ أرسل وأحضره يا مولاي، فربما يكون قد ندم وقبل أن يتزوج أيها الخاقان. مرجان، مرجان، مولاي، اذهب إلى السجن وأتي لنا بأبي دحمان. والثلاثة الذين ألقينا القبض عليهم بالأمس وأدخلناهم الحبس، ألا تريد أن تراهم؟ ومن هم هؤلاء الثلاثة؟ واحد اسمه أبو زرافة، والثاني أشعب، والثالث دوسر. الله أكبر، إنهم أصدقاؤنا يا مولاي السلطان. أرسل ليحضروا مع أبي دحمان. أحضر الجميع يا مرجان، أحضر الجميع. أمر مولاي. فيلان كندي، مولاي، لماذا جئتم إلى جزيرة الكنوز؟ هل لتأخذوا الجوهر والدرر والفيروز؟ يا مولاي، قرأنا في كتاب يقول إن في هذه الجزيرة كنوز حسان، فقلنا نقتل الفقر ونأتي ونحمل معنا من الجواهر والدر. أبي، ألا زال أبو دحمان في يد السجان؟ لا، أخبرنا مرجان بأنهم ألقوا القبض على ثلاثة، فكانوا أصدقاءنا، فأرسل أبوك ليأتي بهم جميعا يا مولاتي. إذا لم يقبل أبو دحمان أن يكون صيراني سوف نذيقه العذاب 40. مولاي، لقد أحضرنا المساجين. أدخلهم حالا. ادخلوا والقوا السلام وتكلموا بأحسن كلام. هيا ادخلوا. السلام على مولانا السلطان كرموز. السلام على مولانا السلطان كرموز. السلام وعليكم السلام يا أيها الأنام. هيا، كل واحد يقول عن اسمه لنا. أنا يا مولاي أشعب الطماع، أشارك الجحش في طعامه عندما أجوع. أنا يا مولاي اسمي أبو زرافة، أفضل الأكل عندي العسل والكنافة. وأنا يا مولاي اسمي دوسر ابن أم كركر. فيلان، بهذا كركر جاء إلى هذه البلاد كي يتزوج ويصبح له أولاد. وأنت فيلان أبو دحمان؟ أنا كذبت عليك لأنني متزوج ولي بنات وصبيان. إذا قال لك هل تقبل بالشروط فقل له نعم. ولكن ما هي هذه الشروط؟ أخاف أن تكون صعبة عسيرة. لا، إنها سهلة يسيرة. أخبره عنها شيء يا أبا دحمان. أصحابها شرط واحد، وهي أن تمشي وأنت قاعد. هذا شرط هين. قم وتكلم يا كندي. أيها السادة الأعيان، لقد قبلت أن تتزوج دوسر مولاتنا غصن البان. تقدم إلى الأمام فيلان دوسر. إياك أن تنسى وعدك يا دوسر. أريد منك 100 قطعة من الماس لا أكثر. هيا والآن تقدم. تقدم يا دوسر. هل قبلت بالشرط الأول؟ قل لها قبلت. نعم قبلت. وما هو هذا الشرط يا دوسر؟
قال لي أبو دحمان إنه شرط واحد، هو أن أمشي وأنا قاعد. نعم؟ هل صحيح هذه الكلمة؟ كذب عليك أبو دحمان، الشرط هو أن تنام معي في القبر إذا أنا مت قبلك. لا أريد الزواج ولا المرجان، وها أنا ألوذ بالفرار لألقي نفسي في بين أمواج البحار. يا حراس اقبضوا علي. لا تتحركوا من هذا المكان، دعوه يهرب، لأن غصن البان لا تريد أن تتزوج إلا أبا دحمان. الهرب أمسكوا أيها الحجيب. أنا لا أريد أن أتزوج. حتى نزوجه رغم عنفه. نكتب على الكتاب. اشنطوني ولا تزوجوني. اشنطوني ولا تزوجوني. الوداع يا أبا دحمان.